السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم فيديو بأتم الصحة والعافية يا رب. اليوم جبت لكم هذا اللاير كيك اللي كنت خدمت الجينواز تاعو معاكم في الفيديو السابق. واليوم جيت نشارك معاكم الكريمة اللي حشيت بها هذا اللاير كيك تاعنا، ونخدموا المونتاج كيف كيف طريقة الليساج ولا ديكوراسيون تاع الكيكة تاعنا. تابعوا معايا الفيديو للآخر هكا باش تستفادوا منه إن شاء الله. نبداو في المقادير تاع الكريمة تاعنا. عندنا كاس يكون معمر بومبي تاع غبرة الشانتيي، وعندنا كاس غير إصبع تاع الكريمة السائلة. هاد الكريمة السائلة لازم تكون 35% مواد دسمة. نطلعها شوية بالباتر، من بعد نضيف لها 4 كاس ماء. الماء تاعنا لازم يكون بارد مليح هكا باش يساعدنا باش الكريمة تاعنا تطلع معانا بالخف. نبقى نخلط في الكريمه تاعي ونزيد الباتر تاعي على اقصى درجه. هاد الكريمه راح تجي متماسكه، راح تشد روحها مليح. حتى واذا طولت معنا اللاير كيك تاعنا ما راحش نخافوا اذا طيح لنا، ومام الحلاوه تاعها راح تجي معتدله، يعني مش راح تجي حلوه بزاف. هنا الكريمه تاعي راهي بدات تطلع معايا. انا كي كملت خدمت الكريمه هذه درتها في الفريجيدار حوالي 10 دقائق، حكمت روحها مليح وقسمتها لاربع اجزاء ونكهت كل جزء بنكهه معينه. كملوا معايا الفيديو دوك تشوفوني كيفاش راح ندير. في الحقيقه انا في معظم كيكاتي كنت نستعمل كريمه الشانتيي. ملي استعملت هذه الكريمه عجبني القوام تاعها، وحتى كي ضفت لها هذوك النكهات تغير الذوق تاعها تماما. مي باغ كونطخ في لا كريم شانتيي كي تضيفوا لها اذواق يعني مش راح يتبدل الذوق تاعها، راح تبقى تبان البنه تاع لا كريم شانتيي في الكيكه تاعنا. انا هنا راني كملت وجدت الكريمه تاعي، نروح نحطها في الفريجيدار واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق وتكون واجده معايا. نجي لهنا نحكم الجزء الاول اللي كنت قلت لكم قسمتها لاربع اجزاء وضفت لها لابادارم تاع الفراز ونخلطوه هكا باش تتجانس النكهه تاعنا مع كامل لاكريم اللي طلعناها، راح يعطينا بنه هايله. هاد الكريمه راح تسهل علينا بزاف الخدمه، يعني في عود ما نطلعوا كل حشوه بكريمه معينه راح نخدموا كريمه واحده ونستخرجوا منها 4 نكهات. نجي لهنا ناخذ الجزء الثاني وندير فيه لاباط بيستاش اللي الذوق تاعها غني عن التعريف، ونخلطها حتى هي مليح حتى نتحصل على كريمه بذوق البيستاش. على فكره هاد الكريمه كانت هي ابن جزء كنت خدمته في هاد الكريمات، يعني كانت البنه تاعها رائعه، حتى كي تجربوها باش تعرفوا واش راني نقول لكم. فوالا هنا كنت كملت خلطت كريمه تاع البيستاش تاعنا وجبت الجزء الاخير ضفت له 2 مغارف تاع شوكولا نوار، كنت ذوبتها في حمام مائي. لهنا الكريمه تاعي تما كانت حاكمه روحها، الشوكولا تاعي كانت دافيه رايحه للسخونيه هكاك وما طيحتليش لاكريم تاعنا. نكمل نخلط لاكريم تاعي. هنا الجزء الاخير خليته هكاك، خليته فاني ما ضفت له حتى منكه. هاكا نكون استخرجت 4 نكهات من الكريمه اللي خدمتها اليوم. نجوزو نبداو نخدمو في المونطاج تاع الكيكه تاعنا. جبت السرسو تاعي وحطيت اول طبقه تاع الجينواز نشربها مليح. هنا كملاحظه التشرب تاع اللاير كيك ما يكونش كيما الكيك العادي، باسكو اذا شربناها بزاف الكيكه تاعنا راح تطيح معانا، لازم نشربوهم غير حاجه خفيفه يعني قاس ما يجي الكيك تاعنا بنين. نجي لهنا نضيف الطبقه الاولى، كنت خيرت الكريمه اللي ما كنت ضفت لها حتى منكه بديت بيها وضفت لها كميه تاع الجوز وشويه كراميل كانت عندي.
انا لهنا في هذه الكيكه درت غير واش كان متوفر عندي، باسكو خدمتها لوليدي كان راح يديها لاكريش للحفله تاع المولد. الو خدمت غير بواش كان عندي. ضفت لهنا الطبقه الثانيه تاع الجينواز وشربتها ثاني، وبديت نضيف كريمه الشوكولا. هنا لازم الكريمه تاعنا تكون بنفس السمك تاع طبقه الجينواز تاعنا، هكا باش الكريمه تاعنا تبان في الكيكه كي نجيو نقطعوها. ومام كي نجيو ناكلو الكيك تاعنا يعني نحسو بالاذواق كامل اللي ضفناهم. نجي لهنا ندير هاد الدائره لهنا على الحواف باش ما يخرجلناش الحشو تاعنا، ونجي نحشيها بالبنان. البنان يتماشى بزاف مع الشوكولا، راح يعطينا ذوق رائع. نزيد نضيف الطبقه الثالثه ونشربها ثاني، ونضيف لها كريمه الفراوله. انا لهنا الكريمه تاعي كنت خليتها وحدها ما ضفتش معاها حشو. كنت نفضل لو كان عندي الفريز وكان قطعته قطع وضفته. نتوما اذا كان عندكم تقدروا تضيفوها، راح يزيد لكم البنه. نضيفوا الطبقه الرابعه تاع جينواز نشربوها تاني مليح. انا هنا حسيت بلي ماشي مشربه مليح، زيد شربتها. ونبدا نضيف في كريمه البيستاش. انا هنا كنفضل معايا شويه جوز، زيد كملت حطيته مع هاد الكريمه. الجوز راح يتماشى مع هاد الكريمه يجي بنين. شوفوا الكيكه الله يبارك كيفاش جات عاليه. كنضيف الطبقه الاخيره راح تكون عاليه على السرسو، يعني جات عاليه ما شاء الله. ضفت لهنا الجوز اللي كان بقالي من الطبقه الاولى، وجيت حطيت الطبقه الاخيره تاع الجينواز، شربتها شويه من تحت وزدت شويه من الفوق. نضغط على الكيكه تاعي شويه هكا باش تلصق مع الكريمه، ونجي نحطها في المجمد تبات ليله كامله. كي نجبدها من المجمد باش نحي السرسو تاعي انا استعنت بالسيشوار. اذا كان عندكم الشاليمو يكون احسن، اذا ما عندكمش غير بالسيشوار راح يتنحى لكم بكل سهوله. جيت لهنا بديت في مرحله الليساج تاعي. كنتو شفتوني كيفاش خدمت بلابوش. انا هذه الطريقه تساعدني بزاف وتجيني يعني سهله بالخف نيسي الكيكه تاعي. فوالا دوكا الفيديو راه موضح، راح تتبعوا الطريقه فقط. نجيبوا الليسوس تاعنا ونبداو نليسيو. هنا كملاحظه الليسوس ما نحطوهاش واقفه، نحطوها هكا مايله شغل راقده، ونبداو نليسيو حتى نكملوا ليسيو الكيكه تاعنا كامل. انا لهنا الصحن الدهور تاعي كان يتمايل معايا مع البشوش به اليوم. ما خلانيش نليسي الكيكه تاعي يعني اليز. وقيلا راه يحوس نبدلو. نكمل نخدم الوجه تاع الكيك تاعنا، يعني ما نتقلقش في هذه المرحله نليسي بالعقل حتى نكمل الكيكه تاعنا كامل. لازم نشوفوا الخطوط هادوك والتدرجات في الكيك تاعنا يكونوا تنحاو كامل. انا هنا كنت كملت ليسيت الكيكه تاعي وجيت لهنا بديت نحط في الملصقات هادو. انا هاد الملصقات كنت طلعتهم من ابليكاسيون بانتريست هكا باش تدو فكره وامبريميتهم في السيبر. هنا نتوما تقدروا تغيروا الديكور تاع الكيكه تاعكم كيما حبيتوا. انا كنت مسحقه هاد لو تام تاع المولد النبوي، كنت قلت لكم الحفله تاع وليدي، الوغ خدمتها بهذا الديكور. جيت لهنا جبت لو مول تاع السبحه هذا وبديت نخدم فيها. يعني هنا بديت نحط في اللمسات الاخيره تاع الكيكه تاعنا، نديرو شويه دوغي هنا. وهذه كانت النتيجه النهائيه تاع الكيكه تاعي. خلوا لي رايكم وتساؤلاتكم في التعليقات، راح نشوفهم كامل. وما تنسوش تدعموني بجيم وكومنتير واشتراك في القناه وضغطوا على زر الجرس هكا باش يوصلكم جديد قناتي. نخليكم على النتيجه النهائيه والى الملتقى ان شاء الله.